إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي بالله، إنما كنت في أرض الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي بشيرا ونذيرا. كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن ومما أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى من الحكمة، أيضا أنذرنا وحذرنا. ومن ضمن التحذيرات الخطيرة أنه قال فيما رواه البخاري أن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يلطف يا لطيف، يعني إيه الألد الخصم؟ شوف، الألد الخصم ده له عدة مواصفات، أنا أحكي لك على مواصفاته وأنت شوف في نفسك هل أنت من هذا النوع. نسأل الله ألا تكون، وإذا كنت وجب عليك وعلينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الألد الخصم اللي هو تعريفه أو تفسيره: أولا الفاجر والعياذ بالله، الأعوج، يعني ليس طريقه مستقيم، أعوج سبحانه، الشديد الخصومة، المولع بها، يعني مثلا إيه، يرفع قضية على هذا وقضية على هذا ويشتكي هذا ويشكو هذا ويسيء إلى هذا ويغتاب هذا وينم هذا، دي طبيعته، يعني شديد الخصومة، مولع بالخصومة، القضية تنتهي يروح يرفع قضية في محكمة أخرى تنتهي، وهكذا سبحان الله. لا يقبل الحق، شو المواصفات ايه، لا يقبل الحق. وبعدين ويدعي الباطل، دائما يدعي الباطل، سبحان الله، انا مسكين، انا مظلوم، انا كذا، انا اعوج المقال، كلامه مش في طريق واحد، لا، يعني يدوي الكلام ليا، يقول كلمة وهو يقصد كلمة أخرى، يقول لك رأي وهو يقصد رأي. سيء الفعال، أفعال والعياذ بالله سيئة والعياذ بالله. ثم يعني كذاب، يحب الكذب، سبحان الله، كلامه كله كذب، مش مبني على صدق، ويغطي الكذبة بكذبة أكبر. لما يكذب كذبة يجيب لك إيه، كذبة والعياذ بالله غيرها. وبعدين أفعاله قبيحة. تقريبا دي 8 صفات، ده هو تعريف الألد الخصم. يا ترى هل رأيت فيها صفة من الصفات موجودة عندك؟ راجع نفسك. يبقى إذن أول إيه؟ أول شيء أنه فاجر. ليه فاجر؟ لأنه ما عندوش حياء، لأنه طبيعته ما يعفوش عن الناس، لا، هو لا يعني لا يعرف سبحان الله العظيم التراجع، لأنه يثير خصومات، يعمل مشاكل. وبعدين كل الناس، حتى قال صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن يكرم الرجل اتقاء لشره أو اتقاء لفحشه. يعني فيه ناس تسلط في وسائل الإعلام العالمية على ناس معينين عشان ربما يؤتوهم، ونسأل الله السلام. المسلم ليس هكذا، المسلم والعربي بطبيعته شهم، لا يحب الخصومات، بالعكس. ما الذي تكسبه من الخصومة؟ لأن الخصومة للأسف الشديد تعطيك شوية يعني هي لها أسباب. ليه إنسان يصل إلى هذا الحد؟ فيه راجل في العائلة وديع لطيف ما عندوش مشاكل مع حد، وفيه ناس والعياذ بالله يعني الشر يقطر منها، لا إله إلا الله، عنده لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني جاب واحد أعرابي، قالوا لي ايه رأيك لو لطمت الأحنف بن قيس سيد بني تميم؟ يا الله، قال انا الطم أحنف بن قيس اللي ضرب المثل في الحلم؟ قال والله لو لطمته نعطيك 1000 درهم. الرجل الأعرابي لا يملك درهمين. قال يا سلام، بسيطة. دخل وجد الأحنف قاعد وسط الناس، وراح دخل عليه ولطمه. الأحنف ما فارقته الابتسامة، وقال له لما صنعت هذا؟ قال والله راهنوني على 1000 درهم أن ألطم وجه سيد بني تميم. فالأحنف بتواضع وبذكاء وعبقرية قال أنا لست سيد بني تميم. الأعرابي ظن أنه إيه، أنه أخطأ. فمن سيد بني تميم؟ هو الأحنف هو سيد بني تميم حقيقة. قال هذا الذي يجلس أمامي. في واحد رجل يقطر شرا قاعد عند الأحنف، لا يتفاهم مع أحد، سيفه جواره،
دايما، ايده على سيفه دايما. قال هو ده سيد بني تميم؟ قال له نعم. فراح الرجل على الرجل هذا وضربه، لطمه على وجهه. ما كان من الرجل الا ان استل سيفه وقطع يد الرجل. لا حول ولا قوه الا بالله. اللدد في الخصومه. فلماذا انتم تريدون ايذاء الرجل، ان يدخل على الرجل الاحنف، الرجل الحليم هذا، فيضربه ويلطمه امام قومه؟ وهذه امور عجيبه يتعجب الانسان منها. فالالد الخصم هذا او الخصومات مما تاتي؟ اول شيء تاتي من انه ايه؟ انه عنده كبر وعدم استماع للطرف الاخر، ما يحبش يسمع للطرف الاخر. هو قضيه فرعون: ما اريكم الا ما ارى، لا يسمع الا صدى صوته، ولا يرى الا صورته، ولا يسمع الا كذا، هكذا ويتصور. فالالد الخصم سبحان الله عنده قضيه الاستحواذ، انانيه في العطاء، يعني عنده انانيه، يحب يكون الشيء تكون ايه؟ يكون عنده، والعياذ بالله. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم. يعني تناقشه بهدوء، تقول يا فلان لا داعي للمخدرات، لا داعي للتعاطي كذا، لا داعي للتدخين، هذا حرام وهذا اهدار للمال وللصحه. يقول لك لا يقول لك ايه؟ هذه لم ترد في القران. يا عم يقول ربنا يتوب علينا، ربنا سبحانه وتعالى يبعدنا عنها، ربنا يبغضنا الى هذه الامور. لا، عامل زي الكفار مكه لما ايه؟ ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. لا اله الا الله. لا سبحان الله. يعني طب يا اخي ان كان هذا هو الحق فاهدنا اليه، مش امطر علينا حجاره. فالتاني عنده مقاومه المعلومه، يجادل. طب انت عندك هوى في مساله ما تتعاطاه، فلا داعي للدخول في مسائل لا داعي له. فاللدت في الخصومه هذه كارثه. بالله عليك، انت ربما ظلمك اخوك في قضيه، فذهبت انت وهو الى المحاكم سنوات. سبحان الله. ذهابك الى المحاكم سنوات، هل كسبت من هذا شيئا؟ عارف خسرت ايه؟ خسرت الاخوه، وخسرت صله الرحم، وخسرت المال الذي دفعته للمحامين. وعند الموضوع لو تفهمت وتنازلت عن جزء من الحق في سبيل ان تبقى عروه الاخوه باقيه. سبحان الله. قالوا للاعرابي: ماتت زوجتك؟ قال: جدد فراشي. قالوا له: مات ولدك؟ قال: عظم اجري. قالوا له: مات اخوك؟ قال: قصم ظهري. سبحان الله. عند الاخ قصم ظهره ليه؟ من اين ياتي باب او ام حتى يعوضانه مره اخرى باخ؟ سبحان الله العظيم. اخاك امن لا اخ له، كساع الى الهيجه بغير سلاحي، او طائر بغير جناحي. ولذلك الاخ كمان لما يكون صديق لك يبقى جميل. وجدت ان الاخوه اللي ابناء ام واب سبحان الله من بيت يكونوا اصدقاء، الصداقه تقوي الاخوه. قالوا للاعرابي: تحب اخاك ام صديقك؟ قال: انا احب اخي اذا كان صديقي، احب اخي إذا... طب لما اخوك ابن امك وابوك سبحان الله يذهب بك الى المحاكم، طب بالله عليك ماذا تصنع معه؟ انا ارى انت ايها المظلوم هنيئا لك، وانت ايها الظالم يا بؤس ايامك للاسف مع للاسف الشديد الخصومات والمحاكم والغيبه وكل ما تجي في مكان وعمل وسوى ومش عارف ايه. يا ابن الحلال، لماذا كل هذا؟ الله سبحانه وتعالى ما جعل الحياه تقوم على اللدد وتقوم على الخصومه، لا، الحياه تقوم على الود وعلى توسيع الصدور وعلى السماحه مع الناس وعلى قبول الاعذار من الناس. فان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم. يا ترى هل لا نزعنا الخصومات؟ بالله عليك انا عايزك كده تعيد حساباتك وتيجي في هذه الايام الكريمه تقول ايه؟ ان شاء الله بعد انقضاء الشهر الفضيل اذهب الى المحكمه واتنازل عن قضيه. لا داعي للدخول في قضيه مع جاري ومع صاحب البنايه ومع صاحب العمل ومع ابن عمي ومع ابن خالي يا ابن الحلال، الحياه قصيره فلا تقضيها في هموم الخصومات، فالخصومات تضيق الصدور، والدنيا على سعتها لا تسع متباغضين اثنين، وثقب الابره يسع المتحابين في الله، كما قال شاعرنا العربي: يا حبذا العرعر النجدي والبان، واضياف باكناف الحمى بانوا، وافضل الارض ما للقلب فيه هوى، سم الخياط مع الاحباب ميدان. سم الخياط خرم الابره، ثقب الابره يجمع المتحابين في الله، اما المتخاصمين لا تسع الدنيا على سعتها متباغضين اثنين. نسال الله عز وجل ان يجعلنا اخوه في الله، وان ينزع عن قلوبنا الغل والحقد والحسد،
وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن يجعل ثأرنا على من عادانا، وأن ينصرنا على من ظلمنا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يزوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وأن يهب أبناءنا زوجات صالحات ويرزق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا تنسوا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين.